ست غزاوية بتعاني، اولا لانها في غزة، ثانيا لانها ست. الست دي كانت حامل وربنا يعني نجدها وولدت ابنها او بنتها ده من غير ما يموت جوه بطنها، او يموتوا هما الاتنين مع بعض باي قصف واي حاجة من الحاجات اللي احنا بنشوفها على النت لايف كل يوم. فالست لما ولدت روحت على الخيمة، مفيش مية، مفيش اكل، مفيش فرش ترتاح عليه وتنام وتعتني بطفلها ده. فقررت انها تشتكي، تفضفض عبر مواقع التواصل الافتراضي. بتشتكي للستات اللي زيها، اللي هم المفروض اكتر ناس يحسوا بيها، اكتر ناس يدعموها، اكتر ناس يحاولوا يساعدوها. فالست كتبت وقالت تخيلي تكوني والدة ومفيش مية تستحمي بيها، ومفيش اكل تتغذي عليه، وابنك بيصرخ على ايديكي وانتي عايزة تصرخي زيه لانك مش لاقية اكل، مش لاقية فرش تنامي وترتاحي عليه. الخيمة حر جدا، تراب ورمل وحشرات وحاجات كتير جدا، كلها معاناة في معاناة ومأساة في مأساة. فأنا قريت البوست وداخلة والله علشان أكتب حاجة، علشان البوست يعني يوصل لأكتر عدد ممكن من الناس، لعل وعسى حد يقدر يساعد. إذ فجأة بقى ألاقي ستات زيها بعد ما تفتق ذهنهم وشافوا الموضوع من وجهة نظرهم العقيمة يقولوا لها ايه بقى؟ يقولوا لها يعني ما فيش داعي انك تخلفي في ظروف زي دي. ربي يعني احنا ما بقاش عندنا احساس للدرجة دي بجد. بصوا يا جماعة، اصلا الفلسطينيين فكرة الانجاب عندهم فكرة وجودية، هما لو بطلوا يخلفوا هيخلصوا. يعني هي اسرائيل بتعاني معاهم علشان نفسها انهم يوازوهم في يعني المعدل السكاني. انا كنت مرة قريت من حد برضو في غزة ان اللي بتخلف 3-4 دي كده بداية رحلة الخلفة عندها. فالانجاب عندهم عقيدة ووجود. 2 مليون وشوية من سنتين، شوف دلوقتي وصل عددهم لكام، بيموتوا قدامنا لايف وهيموتوا. اصل هي الخطة بقت واضحة ان هم عايزين يفضوا غزة، عايزين يحتلوها، عايزين يلغوا الوجود الفلسطيني من على الارض هناك. تمام، فوضات بتفشل، اسلحة محرمة دوليا بتستعمل ضدهم، تجويع، ما ماتوش من القصف، يموتوا من الجوع. وبنشوف واطفال اتنفخوا وزرقوا وماتوا عشان ما لقوش شوية لبن. فبدل ما الستات اللي هي اكتر حد المفروض يحس بالست اللي زيه، بدل ما يحاولوا يساعدوها بانهم يضغطوا، يعملوا مثلا مبادرات، يناشدوا المؤسسات والمنظمات المهتمة بحقوق المرأة وان هي تبقى عندها امكانيات البسيطة والعادية جدا لأي انسان بانه يعيش عيشة طبيعية، داخلين يقولوا لها بلاش تخلفي، ما تموتي وانت ساكتة، تخلفي ليه؟ ما تموت. يعني هما الناس تعبين نفسهم وعمالين يضربوكوا ويجوعوا فيكوا ويقتلوكوا بكل الطرق، وانتي برضو راح تخلفي؟ ده انت غلسة اوي. فاهمين؟ يعني احنا مبقاش عندنا دم خالص، بقى عادي يعني ان احنا نشوفهم بيتقتلوا لايف ونقول معلش اصبروا، اصل احنا مفيش في ايدينا حاجه، لن نملك الا الدعاء. وبعدين لما الست تشتكي من وضع مأساوي مفيش اي حد في الكون يقدر يستحمله الا هي، بتخلفي ليه؟ ما تخلفيش، ما انتهوا بقى وخلصوا بقى عشان صدعتونا. يعني مش بس
احنا ما عندناش احساس، لا ده احنا حتى بنطبقش الكلام المباشر اللي الرسول قال عليه، فلتقل خيرا او لتصمت. اللي عنده كلمة حلوة يا جدعان يقولها، اللي ما عندوش يسيب الناس دي هي تدور شؤونها زي ما هم شايفين. محدش يزايد عليهم، محدش يقول لهم يعملوا ايه، هم يعملوا اللي هم عايزينه. بس الموقف انا والله ما كنت داخله اقرا تعليقات بجد، انا كل مره التعليقات بتجيب لي الضغط، بتعلي لي يعني فاهم انا اصلا ضغطي عالي لوحده، بقرا التعليقات ضغطي بيعلى اكتر. ما كنتش داخله اقراها والله، انا كنت يعني كانت نيتي سليمه بجد. انا مش عارفه اعمل ايه في الناس اللي ما بتفكرش في الكلام وما بتعقلوش قبل ما تقوله بجد. ارحمونا يرحمكم الله، وارحموا بتوع فلسطين وبتوع غزة. حطوا نفسكم مكانهم شوية، طبطبي عليها بس ما تقولي لهاش اي حاجة تانية، هي مش طالبة منك اي حاجة، بس ما تحرقوش دمنا. فكروا في الكلام قبل ما تقولوه. وشكرا.